اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا صباح الفل، يا صباح الجمال. بصراحة اول مرة اعمل الجمبري، فيلا لما اوريكم عملته ازاي والطريقة يعني. وطبعا لعشاق الجمبري، اول حاجة جبت حلة حطيتها على النار ونزلت فيها بمادة دهنية، زيت بقى، معلقة سمنة، اللي يعجبك انزلي بيه. اول ما هتسخن كويس جدا هتجيبي بقى الجمبري بتاعك. طبعا انت مخرجة منه كيس اللي بيبقى فيه كيس من صغير من ورا كده، اسمه الكيس. فيه بيبقى فيه رمل وحاجات من دي، لازم تكوني مطلعه الكيس ده، الكيس الرملي ده، مش عارفه هو اسمه ايه، هو كيس رمل كده. بتطلعيه وبعد كده تنزلي بالجمبري، بيبقى لونه مفتح كده. اول ما بتحطيه على النار بياخد اللون اللي انا وريته لكم الاول ده، اللون الذهبي القمر ده. بتفضلي بقى حاطاه على النار وتقلبيه بنفس الطريقه لحد ما ياخد اللون الذهبي كويس جدا. شايفين كل شويه لونه بيتغير معايا، اول ما لونه يتغير خالص يبقى كده خلاص بقى. الجمبري مش بياخد سوا يا جماعه، اخره 7 دقايق على النار، مش اكتر من كده يعني، مش بياخد سوا خالص. مش انتوا عارفين لو سواتيه زياده عن اللزوم بيشد معاكي، لكن كل ما بتحطيه على النار مش كتير ما بيشدش وبيبقى احلى. شايفين لونه قرب يبقى ذهبي. اسالوني بقى انت ايه رايك في الجمبري، هقول لكم لا صراحه ما حبتهوش. يعني اللي بيحب ده اللي بيحب الجمبري، انا لا، في اكلات كتير كده مش بحبها، مش عارفه ليه، هي مش بتحبني يعني بصراحه. فهنا طبعا الجمبري قلبته كويس، طبعا لونه وشكله تحفه. هو الشكل بتاعه قمر بالنسبه لي، شكله بيبقى قمر كده وتحس ان انت عايزه تاكلي منه. بس انا بصراحه حتى الطعم بقى، الكراتيهات اللي بالجمبري، الشيبس اللي بالجمبري انا مش بحبها يعني، فاهمين؟ هو طعمه كله على بعضه انا مش بحبه، فكل واحد ليه ذوقه في الاكل يعني. عامه هنا طبعا بتلاقوه بيخرج ميه منه كده زي ما انتوا شايفين، ولونه ابتدى يتغير خالص. شايفين بقى لونه برتقالي وقمر ازاي؟ وانت طبعا بتقلبيه كده هتلاقيه لونه بقى برتقالي، اعرفي خلاص اللي انت كده ماشيه صح. اول حاجه هتنزلي بشويه فلفل اسود، وهتنزلي بشويه كمون، وبعد كده هتنزلي بشويه ملح، شويه ملح مش كتير، ما تملحيش قوي، تمام؟ ده بقى الجمبري اللي هو بالشوربه، شوربه الجمبري، فاهمين؟ بيبقى تحفه. لسه ما عملتوش بقى انواع تانية بصراحه، دي لسه بقى الحاجه اللي انا عملتها بس. اول حاجه نزلت كمان بالملح بقى بعد شايفين شكله قمر ازاي؟ والله شكله قمر. لكن انا في حاجات بحب شكلها لكن مش بعرف اكلها. هنا نزلت بقى ببصلايه مقطعاها وقرن فلفل وطماطمايه، وقلبتهم كمان كده، وانا نازله طبعا بشويه الكمون وشويه الملح وشويه فلفل اسود، وقلبناهم بالشكل ده. شايفين شكلهم قمر ازاي؟ وبعد كده هنزل بكوبايتين ميه، يا دوبك اغطي الجمبري بتاعي يعني، اخليه متغطي كده. قمر قمر قمر. طبعا الجمبري بيتعمل بانواع كتير، في جمبري بيتعمل بالمكرونه، وجمبري تعملي كبسه جمبري، تعملي كل حاجه بالجمبري ده. هنا حطيت الكوبايتين، اهم حاجه تكوني مغطيه الجمبري كده عشان يستوي معايا، وعشان احنا محتاجين ايه؟ شوربه جمبري. قلبتهم تقليبه خفيفه كده عشان ما تهرهوش طبعا. انا اصلا لو انتم ملاحظين ان انا كنت بقلب بالحله علشان ما احطش معلقه، لكن بعد كده لما كان في ميه بقى خلاص قلبت تقليبه بسيطه، وجبت بقى حته جزرايه قطعتها، يعني مش جزرايه كامله، قولوا نص جزرايه. ونزلت فيها بشوربه الجمبري تديله طعم كمان. وانتوا جربوا الطريقه وقولوا لي ايه رايكم، عجبتكم؟ ولو عندكم طرق تانية اكتبوها لي في التعليقات، يعني ايه تفيد واستفيد يعني، فاهمين؟ طبعا اول ما بتحطيه على النار بتحطي النار وسط. هو غلى معايا بالشكل ده، شايفين بيعمل رغوه كده، ده لسه طبعا حطاه. بعد شويه بتلاقي الرغوه راحت خالص، وبعدين بيكون حاجه بسيطه واستوى. لو وصلتوا معايا لغايه هنا ما تنسوش تحطوا لايك، واللي اول مره يشوفني ما ينساش يشترك في القناه وينورني باشتراكه عشان عيلتي تكبر بيكم. وبحبكم في الله يا احلى متابعين في الدنيا. والله شايفين شكله قمر ازاي؟ بجد تحفه، يتاكل وبالف هنا وشفا. جربوا الطريقه ويا ريت تكتبوا لي بقى في الكومنتات. سلام.